خبرة سنين في التوفير والتدبير. يلا كوباية الشاي وتعالي. قلت لي 3 جنيه 3 جنيه هتمشي البيت. 3 ايه معادله ال 3 جنيه؟ الفيديو اللي ما شافش معادله ال 3 جنيه يتفرج على الفيديو اللي فات. معادله ال 3 جنيه دي انا مركزه قوي على 3 جنيه عشان تعرفي يعني ايه. هنظبط الميزانيه ويعني ايه هنظبط البيت. انا جايبه لكم خبره 25 سنه. انا بقالي فتره يمكن من اقدم القنوات اللي عملت فيديوهات للتوفير. وشرحت حاجات كتيره، وما شاء الله ما شاء الله في قنوات دلوقتي كتيره بتتكلم عن التوفير. بس انا ليا وجهه نظري ان انا اوصل لك المعلومه بطريقه مبسطه. يعني ايه؟ يعني احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات 3 جنيه هنمشي ميزانيه البيت ازاي. اللي ما شافش الفيديو يا ريت يروح يشوفه. تعالوا اقول لكم اول جنيه هنصرفه ازاي. اول جنيه يعني الحياه اليوميه هنتعامل فيها ازاي. الحياه اليوميه اللي هي فطار غدا عشاء مصروف للولاد. حاجات حلوه. ما هو كل الحاجات اللي بتصرف خلال اليوم، اللي هي الحياه اليوميه، اللي هي الحاجات اللي انا مش بقدر استغنى عنها. طب انا هوفر ازاي؟ انا مسرفه، انا مش بعرف اوفر او ادبر او لا، احنا اتفقنا ان الجنيه ده مش بنتكلم على لا امشي ب 100 جنيه طول الشهر وامشي لا، احنا بنتكلم على ان تلت دخلك هيكون للحياه اليوميه، ايا كان دخلك ايه. كل واحد على حسب ظروفه. هنتكلم بعد كده، وفي فيديوهات قبل كده برضو عن توفير وازاي نوفر وازاي ندبر. يا ريت اللي ما اتفرجش عليها يتفرج عليها. بس انا وجهة نظري ان عايزه الموضوع يوصل بطريقه مبسطه. التلت الدخل ده انا هخليه الحياه اليوميه. يعني هرتب ميزانيه بيتي واشوف بيتي ناقصه ايه، وزي ما احنا اتفقنا معاكي اجنده وقلم باستمرار بتكتبي فيهم كل النواقص اللي عندك عشان تعرفي انت بتستهلكي قد ايه. كده الحياه اليوميه انا مرتباها. طب هرتب انا يعني هرتب نفسي الحياه اليوميه ازاي؟ انا افضل حاجه وافضل حل ان انت تشتري حاجتك بالشهر، وان انت تقسمي ما تخرجيش كتير، وان يبقى عندك في الفريزر كل حاجات الاكل الشهر، من لحوم لتفريزات لخزين. كده مش هيتبقى عندك غير الخضار والفاكهه واللبن وبواقي جبن، لان انت هتجيبي اول الشهر جبن، وهتجيبي البيض، وهتجيبي كل الحاجات دي. هيتبقى عندك الحاجات الناقصه هتنزلي تجيبيها مره في الاسبوع. وانا افضل مره في الاسبوع النزول، ودايما بقولها في كل فيديوهاتي، مره واحده بس في الاسبوع للنزول او للسوق. بتجيبي الخضار، بتجيبي الفاكهه، بتجيبي اللبن، بتجيبي الجبن اللي ناقصاكي، بتجيبي وجبه سمك. يبقى انت كده غطيتي البيت من كل النواحي من ناحيه الاكل. بالنسبه للمصروف اليومي، بتقتطعي منه كل يوم. انا معايا مثلا، انا بصرف لاولادي مثلا بياخدوا مصروف رينج حوالي مثلا 10 20 50 كل واحد على حسب. بتشيلي الفلوس دي كأنها مش موجوده. يعني تلت الدخل ده انا بشيل منه الحاجات الاساسيه اللي بياخدوها ولادي كل يوم. مصروف المواصلات، مصروف حضانه، اي حاجه بصرفها خلال اليوم. انا مصاريفي رايحه السوق بصرف فلوس، جايه رايحه من شغلي بصرف فلوس. الحاجات دي كلها انا بشيلها على جنب، ما باجيش جنبها من اول الشهر لاخر الشهر. دي بسحب منها، دي بتاع على قد ولازم تكوني مرتبه نفسك، ولازم تكوني انت عندك النيه ان انت تنظمي نفسك. اهم حاجه النقطه دي، لو انت رتبتي نفسك بالورقه والقلم في كل حاجه هتقدري تعرفي انا بصرف ايه وبيدخل لي كام. دي اهم نقطه. احنا بنتكلم النهارده على اول جنيه هصرفه ازاي. زي ما قلت لك، هترتبي البيت، لازم البيت يكون فيه كل حاجه، وكل حاجه متأيده بالورقه والقلم. اللي انا بجيبه، اللي انا بخلصه، انا بخلص كذا، انا بستهلك كذا، انا فاضل لي كذا، وبكتب اللي انا محتاجاه عشان لما انزل السوق اجيب اللي انا محتاجاه واجيب على قد اللي انا محتاجاه. يا ريت تكون الفكرة وصلت. واللي عنده اي اقتراح او عنده اي حاجة يسيب لي الكومنت، وانا ان شاء الله هجاوب عليه. احنا اتفقنا في ان شاء الله كل حاجة من الحاجات دي عايزين نشرحها بالتفصيل. هتبقى فيديوهات طويلة، انا بس بحاول اوصل الفكرة. فكرة الحياة اليومية لازم اكون مرتبة لها، وبالورقة والقلم كاتبة انا بستهلك ايه، كاتبة انا عايزة ايه، كاتبة ولادي بيحبوا وجبات ايه، كاتبه كل حاجه. ولازم اسبوع يبقى متوازن، وشهر يبقى متوازن. يعني انا ما ينفعش كل يوم فراخ لحمه سمك. انت يعني مش كل البيوت ماشيه بالنظام ده. انا عايزه اوفر شويه، يبقى اخلي نوعا ما الاكل متوازن. يعني النهارده فراخ، ممكن بكره حاجه بسيطه كده، تاني يوم لحمه او كفته. يعني بحيث الاسبوع يكون كله متوازن. يبقى دي حاجه صحيه لاولادك ان انت بتعملي لهم اكل متوازن، حاجه صحيه لجيبك ان انت بتقدري ترتبي وتوفري. يعني احنا كلنا بنحاول بنجتهد في ظل الغلاء والارتفاع الاسعار دي ان احنا نوفر، وانا بحاول اساعدكم. ولو استفدتوا كلمه واحده مني، وده اللي انا بتمناه وده اللي قناتي قايمه عليه، ان انا افيد لو بكلمه. اتمنى تدعوا لي وتدعوا لاولادي بصلاح الاحوال دايما، وربنا يا رب يرزقكم الخير من اوسع ابوابه.
واوصيكم دايما بعمل الخير، حتى لو حاجه بسيطه، حتى لو بوجبه، حتى لو انت بتشتغلي خدي شويه اكل معاكي زياده، سندوتشات للي معاكي، لاي حد حواليكي، لو حاجه بسيطه خالص، لو سندوتشات جبنه تركي، لو اي حاجه بسيطه، رز بلبن. يعني ماما كانت زمان بتعمل رز بلبن وتفرقه، دي حاجه حلوه قوي. فاحنا الخير يا جماعه اهم حاجه. ربنا يا رب يوسع علينا وعليكم، وان شاء الله هقول لكم كل الحاجات دي فيديوهات كبيره بالتفصيل. هتبقى فيديوهات طويله شويه، معلش اعذروني، بس ان شاء الله هشرح لكم كل حاجه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.